الو. اهلين حبيبتي، اهلين يا هلا. كيفك؟ شو اخبارك؟ مين ايناس؟ ها؟ مين هي ايناس؟ لا لا مو ايناس، استني شوي. الو. لا والله ايناس بالمانيا، انا جيت لحالي. ايه بشوفك، وين؟ عندك بالبيت؟ لحالك؟ ايه تمام، اليوم بجي. الله، لمين بدك تشوف؟ بنت. ايه البنات؟ وحدة. يا ويلك. ليه؟ لا ابدا. شو ابدا؟ تروح ولا بتعدى؟ بدي اروح. يا ويلك. لك شو يا ويلي بدي اروح؟ بقول لك لا. لك شو لا؟ لك شو لا؟ ما لا بدي اروح. ابدا. يا حبيبتي جهزي لي حالك انت. فورا هاتوا هالتليفون لحكيها لايناس، لا خليها تيجي تشحطه من هون. بدك تحكي اينا؟ لك شو بدي اعمل لها؟ لك هي فانز بتتابعني؟ بلا فانز بلا مانز. فانز ما في. خلاص بدي روح. تجوزت خلاص، نحن ما في غيرها، مرة وحدة وبس. ليش بحق لي 4؟ لا بحق لك 4 ساعات، بيكون في اختلافات، ساعات بيكون أنا رايح. يا ويلك. بدي روح. عم اقول لك بغضب عليك. ها؟ نعمة. أبدا. أنت من هذا النوع؟ بغضب عليك دنيا وآخرة. من هذا النوع أنت؟ إلا بديش أبوك تجوز عليك. أبوي شو بدك بأبوي؟ شو بدك بأبوي؟ بدك. لا أنا رايح. خلص عالم. أنا رايح. يا ويلك. لا عم تضربي. يا ويلك. لا عم تضربي. بزعل منك والله. ولا ما بخليها تبعتك لهون ابدا. ليه حاملتي لهاي؟ هاتي عندنا امانه هون. هاتي بدك تضربيني بهاي؟ انا رايح. انت عندك انت هون امانه. انا رايح. يا ويلك. ليه؟ روح انت، روح وشوف. بدي روح. لك امي بنت حلوه. بلا حلوه بلا شي. بنت حلوه. انا كنايني ما ببدلهم ابدا، خلاص. ما بتبدليها؟ ابدا. خلاص يعني ما روح؟ لا. بس ايناس ما عم تهتم فيني يا امي. لا ابدا والله، ما بتنشال على راس هالبنت. والله تحبيها؟ اي والله. جابت لك كم هديه؟ عملت لك بخشيش؟ لا والله ما مشال الهدايا، اقسم بالله من يوم اللي خطبتها وشي حبيتها. حبيتيها؟ حتى زيزي نفس الولاد حبيتها. ايوه هلا عم تحكي علي وحكي انت عم صور. طيب ليش ما بتقولي انه كان مش تليفوني بايدي؟ ما منتبه؟ الله يسامحك. انت ما بتعرفي بهالقصص؟ ما بعرف والله يا ابني، الله يساعد. انا بعرف. ايوه من يوم رايح المقالب ما في اسهل منها امي. كان شايفه طول الوقت كان مش الجوال هيك بايدي ولا عم تطلع ولا شيء. امورك باللوز. حبي خلص ماني رايح. بس لا بدي يظبط لي الوضع اروح معه. لا ابدا. لو مقلب حقيقه راح اروح. لا بدي روح. لا. اوكي يا جماعه، اليوم ابو عادل صاير بياع البسه. اليوم انا على ابو خالتي. شو اسم الازياء ابو خالتي؟ هاوس وير ازياء طارق بشارع الملعب الفروه. شارع الملعب عند التقاطع، عرفتوه؟ على ايدك اليسار بتروح شارع الملعب، قبل شوي مقابل اكسسوارات ربيع. يعني ربيع مشهور اكثر من ايناس؟ نعم والله لا فجران هاي القصه شباب. مجوهرات ربيع مشهور اكثر من هذا المحل. بدي تيجي لهون تلتموا ان شاء الله يكونوا هنا هدول السنابات عم يشوفون اهل سوريا. ما بعرف اذا وين عم تشوفوا انتم، لاني ما عم يطلع عندي. انا عم ببعت سنابات لايناس وايناس عم بتنزلهم، ما عم ينزلوا عندي. فهلا بدي اعرفكم على ابن خالتي وابن خالتي ضربه واحده. عرفتوا؟ يعني اثنيناتهم. هاي ابن خالي. تعال شوفوا لي على هالهيبه ما شاء الله. ابن خالي عرفنا على حالك. بيخجل شوي؟ والله من هذا النوع انت. عادي. ابن خالي دكتور شو انت؟ طب بشري. دكتور طب بشري، يعني اي واحد بطنه عم يوجعه، راسه عم يوجعه، سيتامول، الحبوب هي هدول كل الشغل، مو صح؟ ابن خالي شو اسمك؟ قلنا عبد الرحمن تركته كان هيك قده. طب بشري والله كان. لا هيك كان قده. لا مو لهالدرجه. ايه هيك، وانا على اساس كنت هيك، يعني كنت كمان هيك يعني. نحن كلاتنا كنا قصار بصغرنا وفجاه قبينا. شلون وكيف ما حدا بيعرف. بالسقف ما هو. بس شلونه؟ ما احلى واحد بالمانيا انا. صوت هوية هيك. مع دوره. هذا ابن خالتي. هلا هو مرتبط، عرفتوا؟ فلهيك يعني لحد يحط عينه له. من هلا عم لكم اياها، انا مو مثل غيري بعد بروج ضل مرتبطين. لا اخي، انا وياه خلص راحت علينا. هذا ابو خالتي تبع الطفوله. يعني انا وياك شو في شغلات عاملينها مسويينها. هذا بس عم يفكر ونص مشاكلي من وراه قسما بالله. عم يفكر اذا انت العالم كله. هذا شو كان يعمل؟ كان يدسني، يروح اللي يعمل شغله تمام، روح انا انبلف. لك ليش هيك الاضويه عم يطلعوا فوق راسي؟ ايه
بكفي كمان يا زلمه هو بعرف. ايه هذا كان لا صوتي عالي صح. هذا كان يقول لي مثلا ابو خالتي شو رايك نضرب هذا؟ قال له ايه ماشي، يخليني انا انفذ العمليه وهو يكون وراء الكواليس. تمام. اخر شيء مين يطلع اسمه؟ موزو اللي ضرب، موزو اللي عمل، موزو اللي سوى. واخر شيء وين؟ يهرب، تخبى. مره قال لي تعال نضرب واحد من فوق من الطابق الرابع قرص بندوره. تمام. قال لي اضربه انت صيب. ايه اخو لجدي. قال لي اضربه انت صيب اكثر. قلت له انا صيب؟ قلت له هاتوا. مسكنا القرص والله من اول ضربه طق على راسه. المهم هربنا كلياتنا تخبينا بالطبقه انا وياه. طلع علينا جدي بده يضربنا. قمت انا شو عملت؟ في طاقه صغيره بالطبقه نطيت منها. من كسرت الطابق الارضي للطابق الارضي يعني طابقين. فانكسرت اجري. فهذا لما شافوا انه انا انكسرت اجري هذا نفذ ما اكل قتله انه خلص واحد مكسوره اجره ارتاحوا فيني. رجع يا حرام جد واخذوا. رجع اخذوني واكلت قتله مره ثانيه من اختي. اخذوا بالتراكتور. اخذوني بالتراكتور والله عن دكتور طب عربي. دكتور طب عربي هو من البدو. ايه. حطوا طق الله موتوا من الوجه. طقوا لي اجري طقوا لي اجري. تخيلوا طقوا لي اجري طق يعني ما في جبصين ما في شيء. فطقوا لي اياها طق على اساس انه علاج وما علاج. والله العظيم لهلا قدمي بتوجعني من هذا. قال لي شوف هالعصفور طلعت طق لي اياها مرتين. فاسا ما عملت لكم والله ما عملت لكم جولات. في كثير قصص وكثير روايات بس الي يومين قد ما كنت عم بطلع مع اهلي وفوت وروح وشوف تعبان عم نام للساعه 4 العصر. فجهزوا لي حالكم من بكره مشاوير هون بسوريا كلها تغطيه الحدث عندي. حبيب قلبي نحن الان حاليا بالمدرج الروماني. هذا من اقدم الشغلات اللي صايره بجبلة. على زمن الرومان عملوا هذا المدرج كانوا يعملوا فيها احتفالات. اذا الاحتفالات شو كانت؟ كانوا المقاتلين يتقاتلوا بين بعض وهون الناس يقعدوا يتفرجوا. كل الحجار عمره يمكن 2000 3000 سنه او اكثر. فهذا المدرج موجود في مدينه جبلة. هون كانت ساحه القتال او العروض وهون كانوا يقعدوا الناس يتابعوا. والفي اي بي مثل ما بيقولوا هونيك كانوا يتواجدوا ويتابعوا. الناس يقعدوا بالمدرجات والفي اي بي يقعدوا هونيك. فهلا راح نفرجيكم اياه من جوا. انا يعني بعرفه بس الي كثير زمان ماني فايت عليه. اظن صايرت له تحديثات ابن خالتي مو؟ شوي مرممينه شوي مثل مثلا بتشوفوا هون عاملين له مثل عوارض. ففي عندكم كثير حجار قديمه تاركينها هسه هن. هلا رح فرجيكم اياه من جوا. من جوا شيء تحفه خياليه. شوفوا يمكن كان عباره عن سجون عن شيء شغله كبيره عظيمه. شوفوا الادراج. شوفوا نعم انها جبلة المدينه القديمه الاثريه جدا. اللي متابع مسلسل النصار ابن عريبي يمكن رح يعرف هذا المدخل لما فاتوا وجابوا رفيقهم السجن. شوفوا لي على هالمدخل شايفين؟ هي كلها احجار قديمه عليها نقوشات جميل جدا. شايفين؟ هذا من اقدم شيء الموجود بجبل. هسه في حاره ثانيه. شو اسمها الحاره كانت ابن خالتي؟ صليبه او تغربه الاولى. تغرى صليبه. هن الثنتين والدريبه. هاد الدريبه ما فتنا عليها. هي الاحرف اول ابجديه ما بعرف رومانيه او والله الاحرف الرومانيه. شايفين شلون كانوا يكتبوا الرومان عنا؟ طب هو كان احتلال يعني؟ لا كان اقدم امبراطوريه. يعني شو كانوا عم يعملوا الرومان هون قصدي؟ شوفوا على هالمدخل. شوف يعني هي المدينه كانت رومانيه قبل ما نيجي نحن. مدينه جبلة كلها مدينه رومانيه بيقولوا. والله يا عم اصلنا رومان نحن طلعنا. شباب سيفوا بلاي يعني من يوم رايح لا يحكي معي لا جبلة ولا عربي. ترجموا على الروماني وبعتوا لي. شو هاد؟ بس ما في مي لك ابن خالتي. هذا بير؟ هذا كان بير مي. ايه والله. شلون كانوا عايشين ايام زمان هذول. لا وليك السقف يمكن مضروب كمان. هذا جرن المي. هذا اسمه جرن المي. ها المي هون بيحطوا كان فيه المي وطاسه وبيتحملوا. صح نظامي. ما نحن ايام زمان كنا نحط. ايوه هذا بيكون عليه مثلا الجرن من فوق او ايه. عليه او مثل هاي دخوليه البير. هي هون يمكن كانت الدخوليه تبعها. شوفوا هيك. شفت البانيو اللي فوق؟ شفتها البانيو هاي وين؟ شفناهم هذول. شفتها صورتها.
ها؟ لك شو مكتوب على الحجر؟ على اساس ابن خالتي راح يعرف يترجم؟ هذا كمان جرن. كانوا يقولوا بالخرافات بالجرن بيلاقوا اثار دائما. الجرن؟ ايه بيلاقوا شغلات يعني بيطلع من الجرن شيء؟ لا انه هن كانوا يدفنوا فيه يخبوا الاموال فيه. هلا هي كانت غرفهم يعني؟ ايه غرف. شو بتكون احلى من هيك غرفة؟ بكون هون التخت، هون الكومدينة، وهون يعني ما في شيء، وطلع السقف ما اعلاه، فينك تحط مرجوحة بنص الغرفة. هيك بيكون اليوم أول شغلة كانت معنا هي المدرج الروماني في وسط جبلة، تمام؟ هو مركز المدينة تبع جبلة، يعني حوالينا. هلا بصوركم اياه كمان من برا رح تشوفوا قديش جميل. وجهي عم يعرق من الشوب، تخيلوا أنا هلا جوا، وجوا يعني يعتبر في، فبالفي ما في شوب، يعني الشمس مو فايته. فهذا المدخل، ونحن كان مسكر إلزنا إلز، يعني طلعنا من فوقه، شايفين؟ شيء جميل جدا. وهيك بيكون خلص معنا المدرج الروماني. فتنا من هون إليزي، يعني فوق السور. هذا السور شوفوا عليه شلون عم ينزل. تمام، هيك نحن طلعنا، لأنه مسكرين، هن بيسكروا لمدة معينة، فراح أفرجيكم المنظر من برا. هدول الحجار كلهم ما فينا يستغنوا عنهم، كلهم أثريين. فهذا المنظر من برا، شايفين؟ الحمد لله. هيك وهيك قلب المدينة من برا، شايفين؟ هذا المجمع كله جديد طالعين فيه. حرام يعني، أنا حاس هذا المجمع ما له لازمة. هذا إله من قبل ما أسافر، من 15 سنة وهن عم يطلعوا فيه تماما. ها؟ ليه؟ ما بتبين بعيد. ها؟ لك بعيد بده مجهر ليشيله. ها؟ بعيد بدك مجهر ما بشوفك. ايه، فيعني مثل ما عم لكم هذا المجمع اللي طالعين فيه هون، لكن بخالدي هذا المجمع حسيته مثل قلته. هذا لسه ما طلع المحلات كلها مو مستخدمه، مو كلها، مع اني يعني شيء كويس كان على زمن وقت طلعوا فيه. حرام. هاي بدي جيت على باب المحل اللي كنت جبنا منه لامي خواتم. شوفوا ما اصغر، شوفوا ما احلى. هذا المحل وهي الخواتم، شايفين؟ كنت حب جيب له من هدول الشغلات للسنسال. هاي الخواتم هدول يعني فضة ارخص شيء، عرفتوا؟ هذا هو المحل، شايفين؟ هذا كله سوق الذهب اسمه. شوفوا ما احلى، كله اثري. فهذا سوق الذهب، في كذا محل لسه فاتحين والباقي مسكر. فهذا المحل كنت انا وصغير كنت مر من هون. كان سكاكينجي، ما بتحدوا سكاكينجي؟ لا انا بحده لما كان هو فضة وذهب. ايوه فضة وذهب. لما عبر كان. فكنت اشتغل عن خالي بلال، شو طلع حاول اشتري لامي خاتم من هون. ايه والله، مين صاحبه ولا؟ بالغربة هسه امجد حجوز، هو كان الله صورة بس والله لا امجد حبايب كمان هو. ايه والله كنت بالمانيا. اهلا وسهلا فيكم. فيكم يوم يا حبايب قلبي، على راسي. ضيفكم والله ما بتأثروا والله، هيك عنا بوصة وعنا لك والله بعرف. صح، بيت المدبوت مو؟ حبايب والله، على راسي. هاي شو هاي البوظة؟ بوظة المدبوت كنا ناخذها من هون. شو كان يبيع غير البوظة هسه؟ شعيبيات مو؟ هذه ذكريات مع حلويات البوظة. كان إذا بدي أسخم حالي يعني وتقل حالي يجي يشتري لي من هون. على حليب حصن. على حليب ايه؟ بس فقط. بس على حليب. لا والثانية الخضرة شو كانت؟ فستق. فنحن هلا بالحارات القديمة، وشو كان اسمها حارة الدريبة. هاي الدريبة شايفين؟ وهذا السوق اللي صورت لكم اياه من هاي الجهة، وهي سوق الذهب. فول الآثار. لكم جبلة كلها مدينة أثرية قديمة لدرجة إنه بتحسها ما هو لما شو هون شوفي. شوف آثار يا أخي، كله آثار. مدينة جبلة كلها قديمة. بيت حدا هاد؟ بيت حدا؟ في بيت فوق؟ بتذكر هون كان في جامع. المدخل جامع المنصوري ليك. جامع المنصوري مو؟ هي قبة المنصوري. هاي الجامع شوفوا ما قدموا. لكن ليش تضررت جبلة بالزلزال؟ لأن كلها قديمة مو؟ بس هالحارات كانوا محدثينها من الحارة. هاي كله شيء أثري مو؟ حجر كبير. ايه والله جدا. هون كنا ما نيجي كثير، كنا بس نمشي من نقرع على بيتنا. جامع المنصوري هذا.
هاي من اقدم الحارات اللي بجبلة. صراحة الواحد يحكي الناس الفقيرة كلها ساكنة هون، كلها ورثانين اللي بس اعمل لك نغمتين. ورثانين البيوت عن اجداد اجدادهم. هون الحمام قديم. عمهلك اخوي، عمهلك راح ياخذ لي الجوال كان. هذا الحمام القديم. بس هاي الحارات القديمة، هاي حارات القديمة. شوفوا القناطر هاي، شوفوا ما احلاها. باب الحارة حرفيا. هذا أنا فايت على سوق البيض. سوق البيض تقريبا مشابه لسوق الحميدية. لقلكم ليش؟ السور تبعه كان من فوق يعني مثل سوق الحميدية بس غيره. حبيبي بس شوي عم صور بعد إذنك. فشايفين هيك كلها محلات قديمة، شو ما بدك فيه، ألبسة، أزياء. فهيك هو كمان يعني مثل سوق الحميدية. شايفين السقف؟ جزء سوق الحميدية يعني متطور أكتر، بس كمان هذا سقفه حلو، عرفتوا؟ يعني جاي كله مغطى من فوق عشان ما يصير شيء. هون عنا الخياطين. ما في خياطة بقى مثل قبل؟ في بيدرزوه على جنب مشان ما يخرب البوط. بيدرزوا بس هلا في مكانات غير هذه للدرز اللي فوق. والله؟ عالية شوي. مسكرين هلا يعني؟ لا والله بس ما بعرف غيرها. في مرة بدي اجي اعمل بوطي مثل ايام زمان. ايه شلونك حبيبي؟ بس شوي عم صور اخي، بس شوي. ايه فهيك كنا نشتري البوط، بيعلقوهم هيك فوق. شوفوا ما احلاهم هيك للطريقة العرض، عرفتوا؟ هيك قديش حق البوط اخي صاير؟ مثلا مثل هذا 50,000. 50,000 يعني تقريبا $4. عم تشتري بوط انت على ماركة $4، عارفين؟ هاي اذا حدا بده يجهز بيته كمان. فرش قديش الفرش اخي؟ عادي نصور؟ حبيبي. فشايفين؟ السجادات كل شيء هيك ايام زمان كان كل وحدة تضب جهازها وتروح وتمشي. الفرشات هون باللوز. قديش حقه الحيف؟ 250,000 يعني تقريبا 24 $23. لا اقل 22 $22 الحيف، يعني مقبول سعرا نوعا ما. الجهه اللي هيك فوقي نفس سور الحميديه بالضبط. سوق الحميديه من اقدم الاسواق في عاصمه دمشق، تمام؟ بس نحن في جبله قلدنا في نوعا ما، بيقولوا انه قلدنا سوق الحميديه وعملنا مثله. شايفين السقف هيك مغطى؟ هو بالعاده كان مو مغطى من قبل، مو بخالتي؟ من قبل لا هذا جديد ليكم مبين ما كان مغطى. فهن غطوه لاني هون بالنص فاضي، فالناس مشان تاخذ راحتها بالتسوق. ايوه مشان المطر تاخذ راحتها بالتسوق عملوا هذا هي. شوف الفانوس ما احلاه. شو يلا صغيره كثير. يا عمو لك هاي احلاكي. انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ سميرة. ما احلاكي يا سميرة. يلا هلا حبايب قلبي انا قدام حديقة السلطان وجامع السلطان ابراهيم. هذا من اقدم الجوامع في سوريا تقريبا بعد الجامع الاموي. حاطين هون لاسماء الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهداء الثورة السورية في مدينة جبلة. شوفوا لي ما اكثرهم. نحن قدمنا شهداء مثلنا مثل غيرنا الحمد لله رب العالمين. كلهم يعني في قسم كبير منهم رفقاتي الله يرحمهم ويتقبلهم، وان شاء الله بيكونوا. طارق بشار جمعة هذا من قرايبينا. حمزة بصيص بيت امي من بيت بصيص. حمزة زنيقل كان جارنا الله يرحمه، كان رفيقي. خالد عبد القادر مريش. كلهم تقريبا يعني اذا بدي قاعد فليهم اسم. احمد تميم درويش بيكون عمه لابوي. الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب. ان شاء عبد الرحمن ياسر زريق هذا جارنا الله يرحمه كمان، هو واخوه توفوا.